خليك بشرى، خليك هنا. اذا اول حاجه تبارك الله عليكم، ونحن نفتخر ونعتز بكم بطبيعه الحال بعد الانجاز التاريخي ديال المنتخب الوطني المغربي لكره القدم. اليوم حتى انتم شرفتوا الرايه المغربيه وكذلك المطبخ المغربي. شنو يمكن لك تقول لنا على هذه المسابقه هذه؟ شنو نقول لك، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم بعدا، شكرا بزاف على انكم استقطونا. بالنسبه لهذا التظاهره اللي دازت، يعني كانت جامعه واحد كما قال الشيخ محمد سعد، واحد 18 دوله وفيها عرب وفيها يعني اوروبيين، والحمد لله الحمد لله ان خدينا يعني اكتسحنا ونقولوا حصدنا مجموعه ديال الميداليات ب5 ديال المشاركات لا غير. كان عندنا احسن طبق، خدينا المرتبه 5 ديال المشاركات اللي شاركوا، 5 المشاركات اللي جابوا هذا الخير. كانوا مشاركين في الاصناف كاملين، كان عندهم المقبلات، كانوا في النهار الاول كان فيه المقبلات والديسير. شارك تبارك الله. بما انني انا في لجنه التحكيم اكيد راه ما كنحكش على المغاربه، مي كنكون حاضره، يعني كنشوف اشنو اللي واقع. يعني الحكام دائما فاش يدخلوا لي بلا ديالنا لدرجه راه كاينين دي بلا اللي داو ذهبيه، دوك المقبلات البلديين ديالنا اللي داخل فيهم زعلوك واللي داخل فيهم يعني اللوغو كيفاش عجبهم، يعني بزاف ديال الحوايج اللي عندنا في الموروث الثقافي. يعني حاولنا لدرجه ان ماشي كاع المشاركات كلهم انتشاف باش هذه النقطه، لان هذه النقطه هذه كثر بزاف. واش اللي شاف ماشي الاكثريه، كاينين اللي شافوا كاينين ربات بيوت، يعني هذه فرصه تحت هذه المره ربات البيوت انهم يعني هما اللي يقدروا. بالنسبه لي انا يعني فاش كانت الفكره ديال التنظيم في الاول وهذا، وكان الفكره ديال الموروث الثقافي المغربي او الموروث الثقافي ديال كل دوله، جاتني انا بان الامهات ديالنا وحاره هما احسن ممثل واحسن سفير للمطبخ المغربي في يعني في دول اخرى. الوغ يعني تبارك الله كما قلت لك دازوا في المقبلات والديسر النهار الاول. النهار الثاني كان عندنا الطبق الرئيسي، كلهم شاركوا باطباق رئيسيه مغربيه 100%. كان عندنا في الاخير كيقولوا لك انك تاخذ يعني واحد نختاروا 3 ديال الاشخاص من هذا الجروب هذا اللي غادي يديروا لنا المنتخب المغربي. المنتخب تبارك الله يعني كان الاطباق ديالو رائعه، لا من ناحيه الدريساج لا من ناحيه الاواني التقليديه.